أنا فهد. بدت قصتي من يوم كان عمري 5 سنوات. كانت طفولتي كأي طفل، حاب يكمل يومه بقرب أهله ومع أصحابه، ويحاول أنه يخلي يومه سعيد بأي طريقة. بعرفكم عن عائلتي. إحنا عائلة مكونة من 5 أشخاص: أخوي محمد، وأختي جواهر، وأبوي وأمي اللي كانت حامل بمولود ما بقي له شيء ويشرفنا. كانت حياتي جميلة لأبعد حد، كل الأشياء اللي كنت أبيها وأحلم فيها كانت تتحقق. أبوي وأمي ما كانوا مقصرين معي بشيء، وكنت على قولتهم طلباتي أوامر. عارفين آخر العنقود كيف تكون معاملته. كنت أظن أني أسعد طفل من بين أصحابي، وبالنسبة لأصحابي كانوا يحبوني لأني كنت شخص اجتماعي، أحب أتعرف على ذا وأتكلم مع ذا. كنت معروف عند الكل في الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان أروح فيه. استمرت حياتي على هذا الوضع إلين جاء ذاك اليوم اللي بيجينا المولود الجديد فيه، واللي الكل كان ينتظره. راحت أمي على المستشفى هي وأبوي، وتركونا بالبيت أنا وأخوي وأختي والشغالة. أذكر وقتها كانت الساعة 6 الصباح. حتى اللي وصلنا المدرسة كان جارنا، لأن أبوي كان مشغول بالمستشفى مع أمي. رحت المدرسة وأنا طاير من الفرح، قاعد أتخيل المولود الجديد كيف بيكون شكله وإيش بنسميه، وهل هو ولد أو بنت. المهم كانت فرحة لا توصف. جيت وقت الصرفة ورجعت البيت، ولقيت أخواني كلهم متجمعين بغرفة أمي ومعهم أبوي، والمولود الجديد بينهم على السريع. طبعا من فرحتي نطيت وأطالع فيه وأضحك وأبي أشيله. كانت فرحة لا توصف. شوي كذا التفت ما أشوف أمي، أشوف أبوي عيونه حمراء وكأنه كان يبكي. أشوف أخواني كلهم مو فرحانين. أسأل أبوي وين أمي؟ يرد علي أمي في المستشفى تعبانة شوي. أنا ما فكرت بشيء، كان عمري وقتها صغير وما أعرف ولا أفهم شيء. ردت عليه بنبرة فرح طبعا أنه أنا بشيله شوي. أبوي طالع فيني وضمني وأحسه يصيح، وأخواني أشوفهم يصيحون بس ما فهمت شيء. أطالع فيهم وأنا مستغرب. بعد كذا أبوي قال لأختي طلع أخوك برا وخليك محمد أبيك. طلعت مع أختي برا، وكانت تقول نام عشان تصحى وأخليك تلعب مع سمر. طبعا سمر اللي هي المولودة الجديدة. بعدها نمت وصحيت أدور أمي، بس نفس الشيء كانوا يردون علي إن أمي تعبانة وإنها في المستشفى. استمر الوضع كذا لمدة أسبوع. بعدها بديت أتضايق وكل شوي أبكي وأبي أمي، وصاروا يسكتوني أو يرضوني بأي شيء إذا سألتهم عن أمي أو وين مكانها. أختي كانت أقرب واحدة لي بذيك الفترة، وكانت تهتم فيني، وكانت الأم الثانية بالنسبة لي، وهي الوحيدة اللي كنت أسألها وين أمي وتقول أمي راحت عند الله فوق، وتحاول تقنعني بكلام حلو وتهديني. استمرت حياتي على هذا الحال. نفسيتي تغيرت بشكل كبير من يوم راحت أمي. حتى أصحابي والمدرسين وأهلي بدأوا يلاحظوا هالشيء. بعدها ب7 سنوات قرر أبوي أنه يتزوج ويجيب وحدة تهتم فينا وفي البيت. كلنا كنا رافضين فكرة زواج أبوي بعد أمي، بس اقنعنا بكلام ووعود إنه ما راح يصير شيء، وإنه يحب أمي، وإنه بيتزوج هذه عشان تهتم فينا بس. تزوج أبوي وجت زوجته تعيش معنا. كانت تحاول إنها تتقرب منا بكل الطرق. في البداية ما كنا متقبلين فكرة أحد إنه يجي بدال أمي ويهتم فينا، بس بعدين حبيناها وصارت مثل أمنا. طبعا بدي الفترة بدأ الوضع يتعدل عن أول، بس كان شوقي لأمي دائما يغلبني إذا تذكرتها وتذكرت الأيام اللي عشتها معها. وكان أكثر شيء يضايقني أو يذكرني بالحزن إذا أحد تكلم عن أمه أو وصفها أو ذكرها وأنا موجود معه. بعد 3 سنوات من زواج أبوي تزوج عمي، وزواج عمي كان بمدينة بعيدة عن المدينة اللي احنا عايشين فيها. طبعا قرر أبوي إنه يسافر يحضر الزواج لحاله عشان دراستنا وما نقدر نتعطل عنها. سافر أبوي وحضر الزواج وقعد تقريبا عندهم 2 أسبوع. بعد 2 أسبوع قرر إنه يرجع عندنا، وكلم أخوي محمد إنه راجع وبيوصل العصر. مر الوقت وجاء العصر، وقتها كنت صاحي من النوم. سمعت جوالي يدق، أرد ويكلمني محمد ويقول لي جيب سيارتي وتعال أبيك ضروري عند المسجد. غيرت ملابسي ورحت عند المسجد. لقيت محمد قاعد على الرصيف وحالته غريبة، عيونه حمراء وملابسه متبهذلة وشكله متغير. سألته محمد ايش فيك كذا، ايش صاير؟ قال لا ما فيني شيء وسكت. شوي أسمع محمد يصيح، أسأله وش فيك؟ مو راضي يتكلم. حاولت أهديه عشان أفهم وش صاير. سكت وقاعد يفهمني إن الدنيا ما حد يبقى فيها،
وكلنا بنروح. وهو يتكلم عرفت إن أبوي صار له شيء. سكت وخليته يكمل كلامه، وبينه وبين نفسي قاعد أتمنى أن تفكيري يكون خطأ وأن أبوي ما صار له شيء. بعد ما خلص كلامه قال ترى أبوي مات بحادث وهو جاي، والحين بنروح المغسلة عشان نشوفه. بذي اللحظة كنت ساكت ومصدوم، ما بكيت ولا رديت عليه بأي شيء. رحنا المغسلة، وأول ما شفت أبوي أنا بذا الوقت انفجرت من البكاء. ما قدرت أتحمل المنظر. تذكرت أمي والحين أبوي. حسيت أني وحيد، يعني أمي راحت حسيت بوحدة موت، والحين كيف بكون يوم راحوا كلهم. بعد ما غسلوا أبوي ورحنا دفناه رجعنا البيت، وكل واحد من أخواني مقفل على نفسه غرفته. قعدت أبكي بغرفتي، مو متخيل حياتي كيف بتكون بدون أبوي. حسيت بوحدة ما عمري حسيتها بحياتي كلها. حسيت أني وحيد بهالعالم وما لي أي أحد. استمرت الأيام واستمرت الحياة. استمرت الحياة بس بدون أي معنى. استمرت الحياة بدون أي فائدة. أشياء كثيرة تغيرت بحياتي لما فقدت أبوي وأمي. حاب أقول لكم شيء قبل نهاية قصتي. إذا أمك أو أبوك أو أي أحد منهم على قيد الحياة، حاول تساعدهم بأي طريقة تقدر، لأن ما راح يحس بنعمة الأم والأب إلا اللي فقدهم.